تكون بتعرفش عنها حاجه خالص. معنا دلوقتي دكتور احمد البربري، استشاري القلب والقسطره ونائب رئيس شعبه العلاج الدوائي بالجمعيه المصريه لامراض القلب. صباح الفل عليك يا دكتور. صباح النور، صباح النور على كل اللي بيسمعونا في مصر كلها. صباح الخير عليك، صباح الخير على كل الساده المستمعين. كنت بكلم الناس عن مكان كده في ايطاليا، الطبيعه هناك حلوه جدا وتقدر تاخد البيت بدولار واحد بس ترممه. لو انا عشت في بيت زي ده يساعد ان انا صحتي تتحسن وقلبي ما يتعبش باي شكل من الاشكال بنسبه قد ايه تقريبا؟ هو طبعا الحاله النفسيه بتخلينا يعني تبقى الحياه افضل، الضغط يتظبط والسكر يتظبط والازمات القلبيه تقل وطبعا بيساعد على حياه افضل. بس بقى اللي فيه حيلي عشان يرمم بيت، مش عارف هو يرممه يعني بنفسه ولا بيجيب ناس ترممه ولا ايه؟ يتصرف بقى، ما هو واخده بدولار واحد بس، يشوف هيعمل ايه. طيب احنا عندنا هنا في مصر برضو اماكن جميله جدا واماكن الهواء فيها بيبقى نقي جدا، في الريف وفي الصعيد وفي كاترين مثلا على الجبل. نقاء الجو ده بيساعد برضو ان احنا صحتنا تبقى احسن. طبعا يعني التلوث في البيئه ده بيأثر على النفس وبيأثر على الاكسجين وبيأثر كمان بيبقى بريكانسرس، يعني ممكن يجيب امراض سرطانيه وكده. والحقيقه احنا عندنا في مصر، يعني انا يمكن لفيت اوروبا كلها ومعظم دول العالم. مصر فيها جمال واثار وبحر وبحار وصحراء وجبال وحاجات يعني فخمه جدا 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 وجميله جدا. بس احنا المهم بس يبقى في اراده ان احنا والعيشه في الاماكن دي لطيفه كويس. طبعا بقول لحضرتك مصر يعني كل اللي سافروا بره يعرفوا ان مصر فيها الاثار بتاعتها دي غير متكرره. مصر فيها نهر النيل، مصر فيها البحر الابيض والبحر الاحمر. ده حقيقي، انا مش بقول ايوه يعني دي يعني كل اللي طلعوا وسافروا شايفين ان مصر ام الدنيا زي ما بنقول دايما. طب دكتور، يعني انا قلت مثالين بعاد جدا عن بعض. قلت كاترين مثلا والهواء هناك هواء بارد في الشتاء وبتبقى الدنيا ساقعه جدا، وقلت مثلا الصعيد الهواء هناك جاف. انهي مفيد اكتر للانسان، الهواء الجاف ولا الهواء البارد؟ لا طبعا طبعا الهواء الجاف بيبقى افضل. الهواء البارد يعني ممكن يعني يعني قله الرطوبه دي حاجه كويسه، ان الجو ما بقاش فيه رطوبه عاليه، دي حاجه كويسه عشان التنفس وعشان التعرق ده. يعني ده معمول حاجه عشان تحسن درجه حراره الجسم وكده. وطبعا دي حاجه كويسه، يعني الجو الجاف بيبقى افضل. تمام. طيب دكتور، معانا سؤال لحضرتك من استاذ رشدي. يا استاذ رشدي صباح الفل. صباح الخير يا منتج، اخبارك ايه؟ صباح الفل عليك. بتمتعنا انت يوم الاثنين دايما بتزان بصراحه يعني. ربنا يخليك يا استاذ رشدي. بنصبح الدكتور احمد، هو معاك اهو، اتفضل اسال. صباح الخير يا دكتور احمد. صباح النور، صباح الفل. ازي حضرتك؟ دلوقتي كان في نقطه عايز اسال عليها لان محيراني شويه كده. شفت فيلم مره عن الكمامه اللي بيقول يعني لما بيحب يختبر كفاءتها بيحط قدامها زي ولاعه او عود كبريت وينفخ فيها، لو اتطفت يبقى الكمامة مش سليمة، لو ما اتطفتش يبقى الكمامة كويسة ما بتسربش. ايوه. هنا بقى بربطها بموضوع القلب وعملية التنفس، لان طبعا معروف اللي بيخرج في التنفس ثاني اكسيد الكربون. فهل كتم ثاني اكسيد الكربون ده داخل الكمامة هيبقى مضر بالذات لو مرضى القلب؟ تمام، ولا فيها مشكلة؟ بنشكرك يا استاذ رشدي، صباح الفل عليك. سؤال وجيه جدا. طبعا الكمامه بتقلل الاكسجين الى حد ما، ولا ينصح بارتدائها 24 ساعه. النصيحه بارتدائها فقط وقت ما تكون في مكان فيه ناس او مواصلات او كده، على اساس ان هو يعني هي بتقلل الاكسجين بنسبه، فاحنا بننصح باستخدامها فقط في الاماكن المزدحمه، لما يكون جنبك حد، لما تكون بتتعامل مع حد. لكن انت لوحدك او كده لا. يعني انا حتى مره شفت حد راكب عربيه لوحده وراكب كمامه، ده طبعا مش منطقي احط كمامه وراكب عربيتي لوحدي. لا، وراكب عربيتي طالما في تباعد يبقى الكمامه ملهاش فايده. ايوه. لكن هي الكمامه فقط كده، وهي فعلا بتقلل الاكسجين الى حد ما، مش تقليل مطلق يعني. يعني لو حد مريض او كده او عنده مرض تنفسي او كده ممكن يشتكي منها ويتعب منها واكسجينه يقل.
طب ممكن بعد ما اكسجينه يقل ده يأثر على قلبه في حاجه ولا مش هيوصل للقلب؟ طبعا فهو حضرتك يعني نقص الاكسجين طبعا هيزود ضربات القلب، ونقص الاكسجين طبعا هيرهق القلب وممكن يدخله في احتقان رئوي او احتقان عام او كده. بس زي ما انا بقول النصيحه ان احنا مش هنلبس الكمامه 24 ساعه. لبس الكمامه بيبقى وانت بتتعامل مع حد، يعني مثلا حتى لو انت في بيتك ما فيش حد مريض كورونا او كده، ما فيش اي داعي لبس الكمامه في البيت. يعني الكمامه في البيت فقط اذا كان في حد مشتبه فيه وانت بتتعامل معاه. او لو جه حد يصلح حاجه في البيت، في حد غريب دخل البيت مثلا، ضيف. أيوة. ما مش لازم حد جاي يصلح، ضيف مثلا. ايوه لكن ابنك بنتك زوجتك بدل انتوا سلام خلاص ما فيش كمامه ولا كده. وفي حاله اصابه اي حد كلنا لازم نلبس الكمامه. لا لازم بقى، دي قصه ثانيه، بيبقى فيه عزل الى حد ما، والعزل ده بيبقى ممكن يبقى فيه كمامه، ممكن يبقى فيه ملابس خاصه، ممكن يبقى فيه تعامل خاص، ممكن يبقى فيه حمام خاص، كل ده عشان العزل اللي هو المنزلي زي ما بنقول. طيب دكتور، بما ان حضرتك كلمتنا عن ارهاق القلب وان ممكن الكمامه، لبس الكمامه الكتير يرهق القلب، ايه كمان ممكن يرهق القلب غير بقى موضوع الكورونا؟ احنا بنتكلم عموما يعني. اللي بيرهق القلب، مقصود بارهاق القلب ان انت يشتغل اكتر مما يتحمل. ممكن نقص الاكسجين يرهق القلب، ممكن الحزن يرهق القلب، ممكن زياده ضغط الدم قوي ترهق القلب، ممكن زياده ضربات القلب بالذبذبه الاذينيه او غيرها او كده يرهق القلب، ممكن الملح الطعام، لو انا اكلت ملح طعام كتير ارهق القلب، ممكن الاكل الكتير، يعني لو اكلت كتير ومليت بطني فانا بحتاج دوره دمويه زياده فبرهق القلب. فارهاق القلب حتى احنا اللي عنده ضعف عضله القلب بنقول له يبعد على اللي انا قلته ده، اللي هو الملح الطعام، الاكل الكتير، الضغط ما يعلاش. وفي كمان ان ارهاق القلب ممكن يجي من التهابات الرئويه. يعني لو في التهاب رئوي او التهاب شعبي او الرئتين يعني فيها مشكله، نقص اكسجين او كده، فبيحصل فيها ارهاق للقلب، وممكن يؤدي زي ما قلت كده لارتشاح رئوي او ارتشاح عام. طب تمام دكتور، بنستأذنك في فاصل ونرجع نكمل كلامنا اكتر عن امراض القلب، وهنربطها شويه بكورونا، وايه اللي لو حد عنده القلب ممكن يعمل ايه في كورونا، البروتوكولات والحاجات دي كلها هنتكلم فيها. ولسه هنكمل كلامنا مع دكتور احمد البربري، استشاري امراض القلب، بعد الفاصل اللي جاي. رقم التليفون 257-93-195 و257-78-553. راديو مصر الخير مع لبنى فوزي وأحمد منتصر على 887 FM. راديو مصر في كل مصر. راديو مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية، تعليم، صحة، بحث علمي، تكافل اجتماعي، مناحي الحياة، تنمية متكاملة في كل المجالات. بتبسط جدا لما قلت زي ما قلت لكم قبل كده، لما بيتجمع اكتر من قطاع من مؤسسه مصر الخير في حاجه واحده بس. يعني زي ما بنتكلم عن حمله الشتاء، وان قد ايه هي بتعمل تكافل، وقد ايه هي بتخلي الناس كلها تخلي بالها من بعض وتبقى ايديها في ايدين بعض، وده ميزه التكافل الاجتماعي، وده اهميه التكافل الاجتماعي اللي بنتكلم عنه على طول. هي كمان في حمله الشتاء هنا بنتكلم مش تكافل بس، ده تكافل وصحه. لما ما ينزلكش ميه من السقف، لما ما يخشلكش هوا من شباك، لما تبقى لاقي بطانيه ولاقي الحاف ولاقي الحاجات دي، لما تبقى لاقي كرتونه مليانه مواد غذائيه، ده هيساعد في ان صحتك تبقى احسن. فانت هنا مش تكافل بس، ده تكافل وصحه. لو الميه دخلت للواحد من السقف بتاعه، بيبدا يتعرض لنزلات برد واكتر من كده كمان التهاب رئوي. واحنا طبعا في ايام يعني الواحد بيحاول يبعد البرد عنه باي شكل من الاشكال. انت لو يعني حد كح جنبك او عطس جنبك، انت بتبقى قاعد خايف. فلما تساعد في حملة الشتاء، ولما نبقى ايدينا في ايدين بعض، وتبقى كل الناس دفيانة وكل الناس عندها بطانية والحاف، ده هيساعد ان صحتهم تبقى احسن، وبالتالي صحة حضرتك كمان هتبقى احسن وافضل. الحاجة كمان من الحاجات الموجودة في مؤسسة مصر الخير او في حملة الشتاء السنة دي، وعجباني جدا، ان بيبقى فيه جاكيت لطلبة مدارس التعليم المجتمعي. الجاكيت ده زي اللي ولادنا بيلبسوه في المدارس، جاكيت حلو جدا ب 150 جنيه. مهم
عشان ادي كمان التعليم زي ما دخل مع الصحه ودخل مع التكافل الاجتماعي، معانا كمان التعليم. طلبه المدارس المجتمعيه دول نواه لناس بكره هتعرف تعمل حاجه كبيره جدا ليك ولولادك ولبلدك، فالاهتمام بيهم برضو حاجه مهمه جدا. عشان كده حمله الشتاء، حمله سكن ودفى في مؤسسه مصر الخير السنه دي شامله حاجات كتير جدا. عايز اقول لكم ان الجاكيت زي ما قلت لكم ب 150 جنيه، الكرتونه ب 150 جنيه، اللحاف او البطانيه ب 150 جنيه، والسقف السهم الواحد في المشاركه في السقف ب 500 جنيه. طبعا السقف بيتكلف فلوس كتير علشان اعمل سقف الاسره، تقدر تساهم ب 500 جنيه بس في سقف زي ده، هتحمي عيله كامله جدا من البرد، وهتحمي عيله كبيره من انها تتاذي. فخلي الشتاء يعدي بخير وبسلام علينا كلنا، ويعدي علينا كلنا على خير يا رب، من غير ما حد يجيله برد، من غير ما حد يجيله كورونا، من غير ما حد يجيله اي حاجه، لو اهتمينا ببعض وخلينا بالنا من بعض وطبقنا كل الشروط المطلوبه مننا في التباعد الاجتماعي والكمامه والحاجات دي كلها، مع كمان اننا نساعد بعض في حمله سكن ودفى علشان نحمي عائلات كتير قوي من امراض ومن حاجات كتير ممكن تحصل لهم. طبعا احنا لسه مكملين كلامنا، وهنكمل كلام مع دكتور احمد البربري بعد الفاصل اللي جاي. راديو مصر الخير مع لبنى فوزي وأحمد منتصر على 887 FM. راديو مصر في كل مصر. راديو مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. لسه منورنا دكتور أحمد البربري، استشاري القلب والقسطرة ونائب رئيس شعبة العلاج الدوائي بالجمعية المصرية لأمراض القلب. بنرحب بيك يا دكتور مرة تانية. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، ازيك واخباركم؟ دكتور، يعني اللي عنده القلب وعنده مشاكل في القلب، ايه عوامل خطورة ان يجيله كورونا؟ هل ده خطر اكتر من الانسان اللي ما عندوش قلب؟ ما عندوش امراض في القلب، يعني مش ما عندوش قلب. طبعا. هو حضرتك امراض القلب ليها كذا نوع. هو اخطرهم في الكورونا او في الالتهابات الرئويه عموما، والكورونا خصوصا، هو ضعف عضله القلب، لان ضعف عضله القلب بيبقى اصلا مؤثر على الرئه، ان هو بيبقى فيه ارتشاح رئوي بدرجه او باخرى، وده بيسهل او بيمكن الميكروب او الفيروس او البكتيريا من ان هي تتمكن من الرئه. والرئه لما بتتعب بتحمل على القلب او بتحمل على النصف الايمن من القلب، وبي كمان ان هي بتقلل الاكسجين فبتحمل على القلب، وهكذا. فهو اصلا احنا عموما طول عمرنا، مش في زمن الكورونا فقط، بنشيل هم ان يجي التهاب رئوي او التهاب شعبي لمريض ضعف عضله القلب، لان بيبقى من الصعوبه انه بيخف بسهولة. يعني ان بيبقى صعب يخف بسهولة، لان الرئتين بيبقوا فيهم احتقان، وده بيخلي الشفاء من الالتهاب الرئوي صعب. وبالتالي بننصح مرضى ضعف عضلة القلب باتخاذ احتياطات مضاعفة من الوقاية. يعني هو مثلا ده ضعف، يعني ده اكتر ما يختلطش، اكتر ان هو يتمسك بالكمامة، اكتر ان هو يتمسك بالواقيات. وفي حاجة اسمها الثقافة الصحية الطبيعية لكل الناس، ان كل الناس لازم تشرب سوائل كويس، كل الناس لازم تاكل خضروات وفاكهة طازجة، لان دول فيهم الفيتامينز، والفيتامينز دول هم اللي بيدوا المناعة. فدي اسمها عادات صحية. ما نختلطش بسهولة مع حد مريض ايا كان، مش لازم بس مش مريض، يعني مرض معدي قصدي، ايا كان، وحتى لو مش كورونا. فدي كلها حاجات بياخدها بالذات بتوع ضعف عضلة القلب. الدراسات اللي اتعملت، ولو انها لسه مش معايير دولية او كده، بتقول ان في الكورونا منتشرة او من عامل، يعني في مرضى ارتفاع ضغط الدم. بس دي كلها يعني حاجات مش معايير دولية زي ما قلت كده، هي كلها لسه تحت الدراسات وكده وكده. ما احنا كله لسه بيدرس يا دكتور موضوع الكورونا لسه، ما ان شاء الله كل حاجة. هو حقيقة هي كورونا دي غيرت مفاهيمنا للأشياء. يعني كلنا ما كانش حد ابدا يتخيل ان الحج يقف، كانش حد يتخيل ان المساجد تقفل، كانش حد يتخيل ان المطارات ما فيش طيران، ما فيش سكة حديد، ما فيش عربيات، ما فيش مولات، ما فيش شغل، ما فيش كل حاجة اتغيرت. ما هو ده برضو يدلنا ان يعني مش لازم احنا نقول ما ينفعش الحياة من غير كذا، لا هو بينفع. بس احنا اللي يعني بنضحك على نفسنا، نقول لا ده ما ينفعش. بقى في شكل جديد للحياة، فلازم ناخد على
الشكل الجديد ده ونتعامل يعني معاه. اعتقد هي علامه فارقه في التاريخ الكورونا دي بمفاهيمها. يعني على فكره هي ما قتلتش قد ما الحرب العالميه الثانيه قتلت، وما قتلتش قد ما امراض القلب بتقتل، لكن هي علامه فارقه ان احنا لما نقعد كلنا في البيت مره واحده حتى لو شهر شهرين، دي حاجه انا يعني في حياتنا في عمرنا كله ما شفناهاش غير في المره دي. وحتى كمان ان الفيروس ده او الالتهابات الميكروبيه دي المفروض يعني كنا معتقدين ان احنا قادرين نسيطر عليه، يجي فيروس زي ده لا مش بتسيطر عليه وملوش علاج، والغني زي الفقير فيه، كله زي بعضه. طب دكتور احنا معانا تليفون من محمد حابب يسأل حضرتك سؤال. يا محمد صباح الفل. صباح النور. صباح الفل يا فندم. اهلا بيك، الدكتور معاك اتفضل. دكتور انا نفسي تشرح لي حالة بنتي يا دكتور. ايه؟ انا نفسي تشرح لي حالة دكتور. انا كشفت بنتي عندها 7 سنين. ايوه. كشفت لها من حسب سنتين كده. نبضات قلبها سريعة جدا يا دكتور. ايوه. فالدكتور قال لي مش عارف ايه حاجة في الصمام مفتوح نص فتحة كده. ايوه. فقال لي مش هتخف غير لما يبقى عندها 12 سنة. هي كنا عاملة عملية جديدة. هي عاملة عملية قديمة؟ لا هي مش عاملة ولا حاجة، هي مولودة كده. امال في مشكلة في الصمام والدكتور قال له ان هو هيقفل لما تتم 12 سنة. هو ده طبعا انا مش عارف ايه المشكلة اللي في الصمام. هو يعني ساعات ثقب في القلب بيقفل مع السن، لكن انا مش عارف ايه المشكله اللي حضرتك بتقول عليها، ممكن ارتجاع او كده. هو اكيد حاجه بسيطه بدل هو ما ادكش علاج ولا قال لك جراحه ولا كده. فدي بتتابع وبتشوف، يعني بتشوف كل فتره بتتابع عند الدكتور، ممكن تعمل اشعه ايكو بتشوف هل الامر بيزيد ولا مش بيزيد، هل في اعراض ولا ما فيش، وبناء عليه بناخد قرارنا. بنشكرك يا محمد، نورتنا. دكتور بنستاذنك في فاصل صغير جدا ونرجع نكمل كلامنا. راديو مصر الخير مع لبنى فوزي وأحمد منتصر على 887 FM. راديو مصر في كل مصر. راديو مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. وطبعا بنطمن النهاردة على قلبنا مع دكتور أحمد البربري، استشاري القلب والقسطرة ونائب رئيس شعبة العلاج الدوائي بالجمعية المصرية لأمراض القلب. دكتور يعني اتكلمنا عن العادات السيئة، اتكلمنا عن الخطورة لو القلب اجتمع مع كورونا، بس عايزين نعرف يعني هو البروتوكول بتاع كورونا ممكن يكون في حاجة تأذي القلب؟ لا، بروتوكول العلاج لا مفيش حاجة تأذي القلب، بالعكس. بس هو يعني هو إلى الآن مفيش علاج ناجع للكورونا، وهو يعني إن شاء الله الأمل كبير في الفاكسين اللي هو المصل اللي طالع ده، إنه إن شاء الله يبقى الكورونا دي ذكرى فائتة يعني في لينا كلنا وفي العالم كله. لكن مريض القلب بيحتاج رعاية أكتر، لكن البروتوكول بتاع الكورونا ما يتعبلوش قلبه أكتر. لا، لكن الرعاية تبقى أكتر، لأن احنا زي ما اتفقنا كده إن هو بيبقى مثلا مناعته أقل. أصلا ضعف عضلة القلب بتخلي الحيوية بتاع الأنسجة اللي رايح لها دم قليل أو مش بصورة مرضية أو مش بصورة تتحمل المجهود أو كده، بتبقى الحيوية أقل، وبالتالي التمكن الالتهابي منها بيبقى أكبر. فده طبعا وخاصة الرئتين، يعني هو أصلا معظم حالات الكوفيد 19 بتيجي بالالتهاب رئوي. طب دكتور، لو واحد مريض بأي مرض من أمراض القلب وجاله كورونا، هو خلاص كده هيبدأ يتابع مع دكتور أمراض صدرية، ده اللي مسؤول عن الكورونا، يتابع ازاي كمان مع دكتور القلب؟ يسأله في ايه؟ هو الحقيقة كان في بعض الدراسات اتعملت لقوا ان مرضى القلب الوفيات فيهم زادت في زمن الكورونا اللي احنا عايشين فيه ده، وارجعوا ده ان في ناس كتير بتخاف يعني مريض القلب المفروض له متابعات دورية او كده بيخاف يروح المستشفى عشان ما يجيلوش عدوى، بيبقى خايف او كده. وايضا هو بيبقى في محاذير ان هو يعني له وعليه، يعني منه وإليه. فهو يعني مثلا مريض اللي بيجيله جلطة في القلب وعنده كورونا مثلا، كنا بنديله المفروض الصح جلطة القلب تعالج بقسطرة أولية. في شهر 3 و4 و5 وكده كنا بنكتفي بحقن المذيبات، ولو نجحت خلاص، ما نجحتش بنبدأ نحوله لبعض المراكز القليلة اللي هي بتبقى عزل وفي نفس الوقت فيها قسطرة أو علاج قلب. طيب معاه. بمناسبة الجلطات عايز اسأل حضرتك سؤال عن السيولة، بس قبل ما نسأله معانا أستاذ طه. يا أستاذ طه صباح الفل.
صباح الفل يا فندم. اهلا بيك، صباح الفل عليك. الدكتور معاك، اتفضل. الله يخليك. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. عندي مشكله في القلب يا دكتور، واما كشفت قالوا لي ان انا يعني مولود من غير الصمام الاورطي، قالوا لي هو ب3 شرفات كده. هو تلاقي شرفتين قصدك بقى، بايكاسبيد يعني. مش من غيره خالص. لا هم قالوا لي ده شرفه واحده ومش كامله. ماشي. ها انت عندك كام سنه؟ انا عندي 50. ربنا يديك الصحه، كمل. اللهم امين يا رب. فدلوقتي كنت كشفت من 20 سنه وبعدين من 10 واخر مره كده حسيت ان الواحد جهده قل. دلوقتي ديت بيعملوا لها عمليه ولا بيبقى ايه؟ وهي كده انا مولود بيها. هو المفروض بتعمل موجات صوتيه على القلب للايكو، ده بتحدد درجه مرض الصمام. هل هو يعني في حاجه خلقيه، في حاجه اللي هو بايكاسبيد فالف ده عمل ضيق ولا ارتجاع ولا ايه، والدرجه ايه، ومأثر على القلب ازاي، وبناء عليه بناخد قرار هل انت محتاج علاج اصلا، ولو محتاج علاج هل هو علاج طبي او دوائي ولا علاج جراحي. وفي دلوقتي اللي هو لو ضيق شديد بالصمام الاورطه ده ممكن بيتعمل له اللي هو استبدال عن طريق القسطره. دي يعني بيبقى مفضل عن الجراحه بالنسبه للسن الكبير او كده. لكن هو الموضوع بسيط، يعني انت بدل عندك 50 سنه فاكيد ما عندكش مرض وراثي خطير، والا ما كنتش وصلت لسن ال50 وبتكلمنا دلوقتي. فاكيد الموضوع مش صعب قوي، بس اللي هيحدد درجه الخطوره او درجه الشده هو موجات صوتيه على القلب هتعملها ونشوفها، وبناء عليها نحدد خطه العلاج، ولا داعي للقلق. تمام، بنشكرك يا استاذ طه، نورتنا. دكتور، طب معانا تليفون تاني الاول. معانا محمد. يا محمد صباح الفل. صباح الفل عليك. اهلا بيك، الدكتور معاك، اتفضل. صباح عليكم على الدكتور. صباح النور. اهلا بيك. انا عند الدكتور معلش. ايه؟ عندي مراتي عندها نغزه صدرها في الجنب الشمال. ايوه. هو القلب كده. الالم في الرقبه. ايوه. بسبعه الاهرام من ورا. ده سبب ايه؟ رحنا عملنا رسم قلب من حوالي اسبوع او 10 ايام. الدكتور قال كويس الحمد لله وكل حاجه. عندها كام سنه؟ عندها كام سنه يا استاذ محمد؟ عندها 30 سنه. عندها ضغط او سكر؟ لا الحمد لله ما فيش ضغط. طب هو عموما يعني 30 سنه وما فيش ضغط وسكر، فغالبا ان شاء الله ما فيش ذبحه غالبا، بس مش يعني فلازم بس عملت رسم قلب، ممكن بس نكمل بموجات صوتيه على القلب عشان نكمل الشغل. ونشوف اذا كان مفيش سبب واضح في العظم او في الجلد او في الرئه او في المعده الالام ممكن تتسبب في الام في الصدر، ممكن كمان نعمل رسم قلب بالمجهود عشان نقفل الموضوع ده. بنشكرك يا استاذ محمد. دكتور، كنت اسالك على حاجه بخصوص السيوله. مرضى القلب دايما بياخدوا دواء للسيوله، يعني وقت ما بيجي لهم كورونا ويعني لا قدر الله يعني بيكتب لهم ادويه سيوله تانية مختلفه عن الادويه اللي هم بيستخدموها. أيوة. ليه؟ طب ما يكملوا على الدواء اللي هم بيستخدموه. ايوه الحقيقه ده بقى ايه سؤال مهم جدا، وهو ده عامل لبس عند كتير من المرضى والغير مختصين. هو ادويه السيوله انواع. في دواء اسمه مضاد للصفائح الدمويه، ده اللي بيستخدم في الذبحه الصدريه وجلطات الشرايين التاجيه وجلطات المخ وكده. ده اللي هو الاسبرين واشباهه بقى. ده في مواد علميه اسمها تيكاجريلور، في حاجه اسمها كلوبيدوجريل، والاستالساسيليك اسيد اللي هو الاسبرين. دي حاجه، وغير حاجه تانية اسمها انتي كواجلانت مضاد للجلطات او للتجلطات. يبقى مضاد للصفائح الدمويه شيء واستخدامه في شيء، ومضاد للتجلطات في شيء اخر. مضاد التجلطات على راسهم القديم اسمه الوارفرين، والحاجات الجديده اللي انت حضرتك بتقول عليها زي يعني كذا حاجه. فهو حاجات السيولة دي بتستخدم اكتر في علاج جلطات الساق الوريدية، جلطات الرئتين، والجلطات اللي هي ممكن مثلا بتاعة القلب نفسه جوه الأذين اللي هي بتيجي مع الذبذبة الأذينية، وبعض جلطات المخ. وبتستخدم في احتمالية الجلطات بتاعة الكوفيد، لان الكوفيد بيبقى فيه من الباثولوجي بتاعه ان بيبقى فيه جلطات. ففي كده في البروتوكول بياخدوها في المستشفى، وفي ناس بتقعد تاخده 3 شهور بعد المستشفى، بس ده علاج غير ده. تمام. دكتور، معانا سعد على التليفون عايز يسال حضرتك سؤال. يا سعد صباح الفل. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك، اتفضل الدكتور معاك. انا بس عايز اسال حضرتك سؤال يا دكتور. ايوه. انا بيجي لي في الجنب الشمال تحت صدري كده وجع، والالم ده بيسمع في دراعي. تمام. فمن كتر الالم اللي انا فيه رحت عملت ايكو على القلب، ردوا عليا قالوا لي انت ما عندكش الصمام المترالي مرتخي شويه وما عندكش حاجه.
برضو الوجع لسه شغال، والكلام ده انا بقالي فتره عليه اكتر من سنتين. عندك كام سنه؟ نعم. عندك كام سنه؟ عندي 40 سنه. وعملت رسم قلب عادي؟ ورحت حضرتك عملت رسم قلب مجهود. رسم قلب مجهود قال لي ما عندكش حاجه. عملت رسم قلب عادي قال لي ما عندكش حاجه. اخر حاجه دكتور رحت له سحبوا لي انزيمات القلب، قالوا لي النورمال الطبيعي من 0 ل 25، انا 15، قالوا لي ما عندكش حاجه. عندك سكر او ضغط؟ ولا عندي سكر ولا عندي ضغط. حد في الاسره عنده القلب؟ ما عنديش حد في الاسره عنده القلب. الوجع بيجي لك مع المجهود ويروح لما ترتاح؟ لا العكس. بيجي لما ترتاح ويروح مع المجهود؟ بيروح مع اي مجهود بعمله، انا ما عنديش اي الم. طيب وانت انا حضرتك بطلع الدور التاسع وبنزله ما عنديش اي مشكله. وانت رسم القلب مجهود كويس، فانت كده باللي انت بتقوله ما عندكش شريان تاجي ولا الوجع ده من القلب. الوجع ده ممكن يكون من حاجه تانية، ممكن يكون من عمودك الفقري، ممكن يكون بس في نقطه هنا بعدين حضرتك يا دكتور. انا لما بتخض بحس بهزه في جسمي كله، والحته دي بتوجعني اكتر، وبتمشي منها توجعني في كتفي في دراعي. ممكن مع الخضه وانت بتقوله ده يحصل اي حاجه او اي احساس، وهو ممكن الم الصدر في حاجه اسمها كاردياك نيروزس، ان يبقى في يعني من الخوف او الوهم او كده، فممكن تاخد حاجه تهديك شويه، لكن انت كده عشان اطمنك بالشكل بتاعك ده ما عندكش الام الصدر اللي عندك مش بسبب القلب. ممكن ساعات يبقى المعده، ممكن يبقى التهاب في المريء، ممكن كل الحاجات دي، فابحث عنها او وممكن تهدي نفسك لانك انت عارف انك انت خواف او بتشيل الهم او عندك قصة دكتور المرض. بنشكرك جدا، نورتنا يا دكتور، وبنشكرك استاذ سعد. كان منورنا النهارده دكتور احمد البربري، استشاري القلب والقسطره ونائب رئيس شعبه العلاج الدوائي بالجمعيه المصريه لامراض القلب. بنشكر كل الناس اللي سمعتنا النهارده، وبنفكركم 100 في كل البنوك المصريه 16 140 ده الهوت لاين، وهيجي لك المندوب لغايه باب البيت. ايمان عاشور كانت معانا على الميكسر، ومحتوى مصر الخير لمحمد المراكبي. كنت معاكم احمد منتصر.